السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم كما كتشوفوا جبت لكم بلاطو ديال هكا حلوة ديال اللوز لي ديال الهمة بواحد الطريقة اللي كتجي رائعة. يعني واحد المكونات ان شاء الله غادي هكا تشوفوهم في الفيديو، مكونات اللي غادي يجيو مع العجين اللي كتجي بنينة ورائعة معلكة ديال النخوة الصراحة وديال النهار الكبير مع الحباب ومع الأصدقاء. ساهلين ماهلين في التحضير ديالهم، الطريقه اللي مبسطه بزاف وغادي تعجبكم ان شاء الله، وتقدموهم هكا نهار العيد مع الوليدات ديالكم تفرحوهم. وكنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن بارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم فائده على الجميع. وبقاو معايا ان شاء الله نمروا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنا كما كتشوفوا كاول مرحله عندي هنايا هذا 500 غرام ديال اللوز اللي طحنته مع 150 غرام من السكر. كتقدروا كديروا 250، انا الصراحه كنقص السكر يعني 150 كتجيني هي هذيك. كان كما كتشوفوا كنطحنوا الطحنه الاولى، وهنايا غادي نديروا عاود في هذا الروبو هذا. هنا في المرحله الاولى راه كنت هكا طحنته مع 150 غرام من السكر. وهاد المرحله هذه باش كتسهل معكم يعني الطريقه ديال الخدمه ديال العجين ديال اللوز وكتجيكم هكذا رطيبه وملسه. ضفت 50 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره الغرفه. وهنا ضفت كما كتشوفوا نصف ملعقه صغيره ديال الكليكوس اللي صراحه هو كيعطي واحد التعليكه اللي رائعه. او كتضيفوا الا متوفرش عندكم كتضيفوا هكا الكونفيتير. صافي كنضيف جمعه كبار ديال ماء الزهر وكندمجو بهذا الشكل هذا. ومره ثانيه كنضيف 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، يعني ما يعادل 4 معالق كبار. وكنرجع مره ثانيه كما كتشوفوا كندمجو مزيان حتى كيصبح ليا على هذا الشكل هذا. صافي من بعد كنضيفو في طاوله العمل، وكنبقى تقريبا هنايا واحد 3 دقائق حتى ل5 هكذا، بحال اللي كندلكوه بالكف هكا ديال اليدين ديالنا على هذا الشكل هذا حتى كيتجمع كتماسك. كنحصلوا على واحد العجين اللي متماسكه وكتكون هكا رطيبه. هنايا في هذه المرحله غادي نضيف حبه بيض واحده وغادي نخفقها، وغادي نضيف 2 معالق ديال النشا كما كيبان لكم. وهنا عندي الزيت ديال الليمون يعني هكا الحامضه. صافي وغادي نجمعها حتى غنحصل على هذا الشكل هذا. في هذه المرحله ضفت عاوتاني طربت بيضه واحده ثانيه، يعني وحده ثانيه، وكان هكا كنبقى نضيف بها بالتدريج يعني على حسب هكا الكبر ديال البيض ديالكم. الا كان البيض كبير يعني راه كتقدروا كديروا غير وحده. كان كيما انا عندي هكا متوسط درت بيضه ونصف، ولكن كتربوهم باش نتوما كتحكموا في هكا فيهم باش ما كتجراش معكم العجين. كتجينا بهذا الشكل هذا كنقدروا هكا كنلفوها بسهوله وكتجينا هكا مطاطيه، وكتجيكم واحد النتيجه اللي غتجيكم ان شاء الله مرضيه. صافي كنلففها بهذا الشكل هذا على شكل حربول، وغادي نقسمها على 4 أجزاء. يعني الطريقه كما غير جربوها، الطريقه اللي الصراحه سهله وكتجيكم واحد العجينه اللي هكا يعني الطريقه ديالها اللي ناجحه 100%. صافي هنا كما كتشوفوا الجزء عفوا الاول ديال هذا العجين غادي نضيف فيه هكا نصف ربع ملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. وصافي كنعمل لهم هكا كرات، يعني على حسب الرغبه ديالكم كتقدروا ديروهم كبار صغيورين متوسطين. انا صراحه الحجم ديالهم درتهم متوسط. كنبقى هكا كنضيف هكا سكر رطب او سكر ثقيل، وكنبقى هكا هكا كنلفه بين يديا. كنغبر هاد الحلوه هادي وكنلف باش كيتلتصق مع هاد العجين ديال اللوز. صافي وغادي نعمل هاد الفتحات من الجوانب على شكل شميشه. وهنايا غادي نضيف واحد الشوكولاته من الوسط وكنضيفهم في واحد الصينيه للفرن. يعني انا غنبقى ماشيه حتى غادي نسالي هاد الكميه ديال العجينه اللوز اللي عندي نفس الطريقه.
وكما كتشوفوا كتعطيني 12 حبه كنصففهم هكذا في الصينيه للفرن. وغادي ندوز ان شاء الله الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني حتى هو غادي نضيف هكا ربع معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. بداو بها التشكيلات هادو صافي، وغادي ندمجها جيدا. كما كتشوفوا العجين اللي صراحه كما كتشوفوا ساهله هكا، ملي كتتبعوا هاد المراحل هاد الخطوات كتحصلوا على واحد العجين اللي كتكون هكذا رخوه وهكا وملسه ما كتعذبكمش. وغنضيف ملعقه صغيره ديال الكاكاو وغنرجع مره ثانيه كندمج هاد العجينه هادي. نفس الطريقه غادي نعمل هنا عندي السكر ثقيل، وغادي نعمل واحد الكرات كما كتشوفوا. يعني دائما انا كنذكر لكم الشكل اللي هذا الكرات الحجم ديالهم كيكون حجم متوسط، يعني تقريبا ما بين 10 غرام هكاك حتى ل 8 غرام. صافي حتى هما نفس الطريقه كنفندهم فيها السكر الثقيل، وكنبقى هكذا كنحربلهم باش كيتلاصق ليا مزيان مع هاد العجين هادي. صافي من بعد كنصففهم حتى هما في هاد الصينيه للفرن، وكنبسطهم هكذا بالمعلقه صغيره من الفوق. والفران كيكون سخون من قبل، يعني سخون مزيان. من بعد ملي كندخلوا هاد الصينيه هادي كنقصوا على 150 وكنخليوه كتكون الفران ديال الدوش على من الفوق ومن هذا حتى كيتشقق من الفوق. وصافي وتعطينا واحد يعني تقريبا ما 8 دقائق حتى ل 10 دقائق باش كتبقى معكم معلكه. بالنسبه للشكل الثالث، يعني هذا الشكل الثالث كنكورو حتى هو بهذا الشكل هذا. كنعمل واحد الكرات على هذا الشكل هذا حتى كنساليهم. وصافي كنجيب هاد المرشم هذا صافي كنضيف كما كتشوفوا العجينه ديال اللوز وكنضغط عليها حتى تنحصل على هذا الشكل هذا الصراحه اللي كيجي هكا زوين في المنظر ديالو. صافي كما كتشوفوا راه ما كيتلتصقش ليا في هاد الطابع هذا. صافي نفس الطريقه اللي ساهله وسريعه، وصراحه واحد كيجيونا هكا واحد الحليوات اللي كيجيونا رائعين وراقيين حتى في المنظر ديالهم. وبالنسبه للشكل الاخير كما كتشوفوا كنحربل العجين على هذا الشكل هذا وغادي نقسمها على نصفين على هذا الشكل، يعني كيكون هكا متساويين. هنايا صافي صففت هاد الحلوه هذه الشكل الثالث. صافي هنا غادي نحربلهم بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف السمسم الابيض صافي، وغادي هكا نغبرهم مزيان، يعني كنحربلهم كما كتشوفوا. وكما كيبان لكم يعني راه هكا ما دهنتم لا بابيض البيض لا والو، باش تعرفوا العجينه ناجحه هكذا وملسه رخوه. صافي هكا كنفندهم مزيان بهذا الشكل هذا، يعني جوج هكذا حرابل. ومن بعد كنقبض كما كتشوفوا هكذا كما اي حاجه عندكم هكا اللي كتقدروا كتعملوا واحد هكا كتقبوهم بهذا الشكل هذا حفيره عفوا من الوسط. كتحاولوا هكذا كتقادوها مزيان، يعني الطريقه راها واضحه لكم في الفيديو. وصافي من بعد هكذا كنقادهم من الجوانب باش كنحصل عليهم على هكذا كيكونوا مقادين مزيان. صافي كنجيد هكا كنقاد حتى الحفيره من الوسط، وغادي نضيفهم في الصينيه على هذا الشكل هذا. كندخلهم الفران يعني تقريبا غير 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. وصافي دابا بالنسبه للحشوه ديال هاد الحليوات اللي درت الثالثه والرابعه، هنا ضفت تقريبا واحد 3 المعالق ديال اللوز اللي كيكون هكا محمص، رقائق ديال اللوز هكا غير هكا رمشتو غير بيديا. وغادي نضيف واحد المعلقه اللي كتكون كبيره ديال الكليكوز، وغادي نضيف هكا معلقه ديال العسل اللي كتكون حتى هي كما كتشوفوا. يعني غادي نزيد واحد المعلقه صغيره. كتقدروا هاد الكليكوز مع العسل كتسيحوهم شويه وكتضيفوا هادو، ولكن نفس الطريقه الصراحه الطريقه بجوج اللي كيكونوا هكا بحال بحال. صافي كندمجهم كما كتشوفوا مزيان حتى كنحصل على واحد الحشوه سميتو اللي كتكون هكذا معلكه بين يديكم على هذا الشكل هذا.
وبالنسبه للحشوه الثانيه عفوا، عندي هنا 3 معالق كبار ديال الفستق. صافي كنضيف حتى هما كما كتشوفوا واحد المعلقه كبيره ونصف ديال الكليكوز، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال العسل انا عندي هنا حر. كتقدروا كديروا حقا الناباج، انا الصراحه اكتفيت غير بالعسل. حتى هما نفس الطريقه، اما كديرهم في واحد الكاسرونه حتى كتسيحوهم وكترجعوهم هكا، كتديروا فوق منهم هاد المكسرات او كما درت انا، يعني كيجيو بحال بحال. صافي هنا ملي خرجت الحلوه كنخليها حتى كتبرد تماما، يعني كما ذكرت لكم الحلوه ديال اللوز راه ما كتبغيش طياب بزاف باش كتبقى لنا هكا معلكه. صافي غادي نضيف الحشوه الاولى اللي درتها ديال اللوز، ديال رقائق ديال اللوز مع دوك المعسلات كما كتشوفوا. بالنسبه للمعسلات انا ذكرتهم لكم، راه ضفتهم على الحشوه ديال هكا رقائق ديال اللوز اللي كيكونوا هكذا، اللي كيكونوا خضرين حمرين، اللي كيكونوا هكا مقطعين رقيقين. صافي كنضيفهم هكذا من الفوق. وهنايا غادي كما كتشوفوا كتجينا بهذا الشكل هذا. هنايا غادي كما كتشوفوا غادي نعمر هاد الحفيرات هادو ديال هاد الحلوه الرابعه على هاد الشكل هذا. وما تحاولوش هكذا تبسطوها كتخليوها هكا متشوكه، يعني عشوائيه، كتجي صراحه المنظر ديالها رائع. صافي ملي كنساليهم الفران كيكون سخون، كتكونوا هكذا طافيينو وكتدخلوهم غير هكا كيتماسك هاد الحشوه هادو من الفوق، يعني كتلتصق لينا مزيان. الفران يكون طافي ولكن كيكون هكذا دافي. صافي وكتخرجوهم. صافي ملي كيبردوا لينا تماما كنقطعهم بهذا الشكل هذا. قطعته هذا الشكل هذا، قطعته بهذه الطريقه هذه، يعني كما كتشوفوا الطريقه اللي ساهله مهله. وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي. الصراحه هاد الحليوات ب 500 غرام ديال اللوز، العجينه ديال اللوز، يعني كتعطيكم واحد الصراحه واحد البلاطو اللي كبير هماوي، وكيجيو رائعين. غير جربوا هاد الطريقه هذه، كتجي منسمه هاد العجين وبنينه بنينه بواحد الشكل اللي كبير بزاف. كتقدروا كديروا اي حاجه كتبغيو هكذا تنسموا بها، ولكن غير جربوا هاد الطريقه اكيد غادي تعجبكم وتبقى دائما معتمده عندكم. وحتى الطريقه كيفاش قاديت العجينه ديال اللوز سهله مهله وكتعطيكم واحد الطريقه اللي ناجحه. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديوهات يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم. بسلام عليكم، عواشركم مباركه وعيدكم مبارك سعيد، وخليت لكم الصحه وراحه البال الى فيديو قادم ان شاء الله.